الفيلم ديالها كيبدا مع هاد الصحفيه المفروحه وسمعات بلي عصابه خطيره غادي يسرقوا شي حاجه في هاد الميناء، ولكن المسؤول ديال الميناء قال لها ما كاين والو ومشى هو يخليها، ولكن هي كطير خلاتها تظلم الحال وتسلات للميناء باش تشوف واش العصابه غادي تكون. وفعلا العصابه غادي يجيو للميناء وغادي يسرقوا شي حاجه مهمه تما، وهما كيسرقوا الصحفيه كتصور مسرح الجريمه. غادي يجيو النينجا المتخفيين وغادي يضربوا العصابه وبلا ما يشوفهم حتى واحد وغادي يصفيوها لهم كاملين، ودغيا غادي يهربوا. حتى الصحفيه ما شافتهمش وما قدراتش تصورهم مزيان حيت كان ظلام الحال. ونمشيو عند واحد الشخص سميتو شنايدر اللي غادي يكون هو الزعيم ديال العصابه، وهو معصب وغادي يضرب الاتباع ديالو حيت فشلوا في الخطه، وقال لهم ضروري تلقاو لي هاد النينجا اللي ديما كيفشلوا لي الخطه ديالي. وفي القوات ديال الشوارع غادي يشوفوا 4 ديال سلاحف النينجا وهما كيراقبوا الكاميرا ديال الشوارع لا تكون شي جريمه ولا سرقه، وغادي يشوفوا في الكاميرا ديال المراقبه عصابه غادي يدخلوا المترو وغادي يحجزوا الرهائن وغتكون حتى الصحفيه معاهم، وغادي يجيو لهم سلاحف النينجا وغادي يسلخوا حبهم وغادي يصفيوها لهم كاملين واحد بواحد، وغادي ينقذوا الرهائن وغادي يهربوا بلا ما يشوفهم حتى واحد. ولكن الصحفيه ديالنا غتقرر انها تبعهم، والسلاحف غادي يكونوا فوق واحد العماره والصحفيه غادي تطلع وغادي تصورهم، والسلاحف غادي يحسوا بلي شي واحد كيراقب فيهم وخفان سربان غادي يمشيو عندها وغادي يقولوا لها سوبرايز اش كديري هنايا. وهي فاش شافت الشكل ديالهم جا هلمه في الركابيه وهي تسخف لهم تما، وفاش غتفيق تلقى السلاحف دايرين عليها وهما كيهضروا معاها وقالوا لها ما تقولي لتا واحد انا كي شفتينا ولا شفتي شي سلاحف كبار. وهي باقا مصدومه من هذا العجب اللي قدامها. السلاحف غادي يمشيو وغتسمعهم كيهضروا وكيقولوا سمياتهم، وغتكون سمياتهم ليوناردو رافائيل مايكل انجلو ودوناتيلو. وهنا الصحفيه فايته سامعه هاد الاسماء في شي بلاصه ومشات تقلب المستندات ديال باها اللي كان عالي ما تعرف تلاقى شي معلومه. ونرجعوا عند السلاحف وهما راجعين للبيت وكيمشيو بشويه بشويه اللي يشوفهم المعلم سبليندر ويخرج ليهم وبدا كيسخ فيهم وكيعاقب فيهم حيتاش خرجوا بلا ما يقولوها ليه. والمعلم سبليندر غادي يكون فار كبير وهو اللي ربى السلاحف حتى كبروا، وهو كيعاقب فيهم وكيسولهم واش شافهم شي حد ولا هضروا مع شي واحد، ولكن هما خايفين منه وما بغاوش يهضروا. حتى المعلم غادي يجيب واحد البيتزا كبيره وغادي يغرف مايكل انه يقول ليه الحقيقه. ايوا خونا مايكل نقطه الضعف ديالو هو كرشو، هو يعترف ليه بلي تلاقاو مع واحد البنت صحفيه سميتها ابريل، وهنا المعلم سبليندر غادي يكون كيعرفها وبلي باها هو اللي كان كيدير عليهم تجارب هو والسلاحف، وقال لهم سيروا دغيا وجيبوها ليا قبل ما تفضحنا. وهنا الصحفيه غادي تمشي عند الدكتور ايريك اللي هو صاحب باها اللي مات وعاودت لي على السلاحف النينجا، وراتهم تصاورهم وغنشوفوا بلي هو فرحان حيت كان كيقلب عليهم، وغنعرفوا بلي هو خدام عند زعيم العصابه شنايدر. اما الصحفيه غتكون جالسه مع عليها ما بيها حتى السلاحف غادي يشدوها وغادي يدوها للمعلم سبليندر. البنات كيشوفوا غير فار صغير كيموتوا بالخلعه، تخيلوا معايا تشوف قداد الفار قدامك. المهم المعلم غادي يهضر مع ابريل وغادي يعاود ليها على القصه ديال السلاحف، وهنا غنرجعوا للزمن اللور باش نعرفوا كيفاش طرا هذا الشيء كامل. والبدايه مع الدكتور اللي هو الاب ديال الصحفيه اللي كان كيدير التجارب على السلاحف الصغار، وغادي يكون معاه حتى ايريك. وهنا الدكتور غادي يكتشف ان ايريك صاحبه خدام مع شنايدر وغادي يحرق المختبر باش كاع التجارب اللي توصلوا ليها يختفي. وهنا ابريل فاش كانت صغيره غادي تهز السلاحف وغتلوحهم في المجاري باش ما يتحرقوش، وهنا دوك التجارب اللي داروا عليهم بدا كيعثروا عليهم وبداو كيكبروا وكيوليو اذكياء واقوياء. والفار هو اللي ربى السلاحف حتى كبروا. وواحد الخطره الفار غادي تلقى واحد الكتاب ديال الكونغ فو وغادي يتعلم الحركات الفنون القتاليه وغادي يولي محترف، وبدا كيعلم السلاحف باش يدافعوا على ريوسهم. وفاش غادي يكبروا السلاحف الزرق غادي يكون سميتو ليوناردو، والاحمر غادي يكون سميتو رافائيل، والليموني مايكل انجلو، والبنفسجي دوناتيلو. وهذه هي القصه ديال سلاحف النينجا. والمعلم غادي يشكر ابريل حيتاش نقداتو وغيطلب من السلاحف انهم يشكروها، ولكن هي غتقول لهم بلي راه قالت لايريك بلي راه نتوما كاينين هنايا. وهنا المعلم غادي يحس بواحد الشمس العشيه وغادي يعرف راسو بلي راه قفرها. وهنا العصابه بالزعيم ديالهم شنايدر غادي يقتحموا عليهم البلاصه وغادي يدخلوا عليهم وغادي يتضاربوا معاهم، والسلاحف يقدروا انهم يصفيوا العصابه كاملين. حتى غادي يدخل عليهم شنايدر والمعلم غادي يحكي اللحيه ديالو وغادي يمشي يتضارب معاهم. الفرير ديالنا غادي يطلع حريفي في الفنون القتاليه وبدا كيلصق ليه في الكروشيات، ولكن في الاخر غادي يشدوا شنايدر وغادي يسلخوا وغيطلب من السلاحف انهم يستسلموا ولا غادي يصفيها لباهم الفير. وهما يستسلموا وغياخذوا السلاحف كاملين من غير رافائيل غادي يكون تحت الحجر وغادي يصحابوه بلي راه مات، وغادي ينوض وغادي يعاون المعلم وغيقول لي بلي غادي نمشي وغادي نقد خواتاتي، وغادي يوجد الاسلحه ديالو باش يمشي عندهم. والصحفي غادي يطلب من صاحبها يجي ويوصلها، وفاش غادي يجي غادي يتفاجئ بواحد السلحفاه كبيره قدامه وهو مصدوم وما فاهم والو. هما يشدوا الطريق لبلاصه ديال عصابه شنايدر، وهنا غادي نشوفوا ايريك يخطط انه يضرب واحد الفيروس في المدينه وغادي يصنع واحد الدواء من المواد الكيماويه ديال السلحفات. هنا غادي يقدر انه يصنع واحد الدواء غادي يدخل ليه زباله ديال الفلوس. وفي هذه اللحظه فين غادي يقتحم مقال العصابه ورافائيل غادي يدخل على والديهم وغادي يفرشهم كاملين، وغادي يكون معصب وقد ما تعصب قد ما كيكون قوي بزاف وكيسلخ ليا في
البشري، وغنشوفوا السلاحف الاخرين محبوسين وغيدخل عليهم رافائيل وغادي يحاول يعتقهم، ولكن غادي يجي ليه شنايدر وغادي يضرب هو وياه، ولكن شنايدر غادي يكون قوي بزاف وغيقدر انه يغلب رافائيل، ولكن الصحفيه هي وصاحبها غيقدروا انهم يتسللوا للمختبر وغادي يعتقوا السلاحف وغادي يخرجوا وغادي يضربوا مع العصابه ودغيا غادي يركبوا واحد الكاميو وغادي يهربوا من تما، ولكن العصابه دايره بحال النحل حلفوا يتفكوا معاهم وغادي يقرروا السلاحف انهم يخرجوا ويصفوها ليهم وغادي يضربوا معاهم تما، والروينه نايضه والفيضانات من الثلوج هابطه عليهم، وفي الاخر غادي يقدروا انهم يصفوها ليهم وغادي يعاونوا بعضياتهم والحياه حلوه. ولكن مازال ما سالاو لانهم خصهم يوقفوا شنايدر غادي يكون كيوجد باش يلوح فيروس في السماء. غيكونوا السلاحف وصلوا لمقر العصابه وهما هابطين من لاسنسور وكيشطحوا وخوتنا ناشطين وكاع ما على بالهم، وغادي يوصلوا عند شنايدر وغتكون روندو من المعركه ديالهم، ولكن كما عارفين شنايدر صحيح بزاف وصعيب يغلبوه، حتى غادي يتحدوا بيناتهم وبقوه الصداقه غادي يهزموا شنايدر، ولكن هو دماغ غادي يدمر البرج، هادشي اللي غادي يخلي السلاحف يمشيو يوقفوا البرج اللي يطيح على الناس الابرياء، وشنايدر هو هارب غادي يتلاقى مع ابريل غادي تكون هازه الفيروس وغيمشي باش ياخذها من عندها، ولكن غادي يطيحوا بجوج من على البرج وغادي يقدروا انهم يتعلقوا، وليوناردو غادي يجي وغادي يعاون ابريل وهي غادي تضرب شنايدر برجليها وغادي يطيح من على البرج وغادي يموت، والسلاحف الاخرين يقدروا انهم يشدوا البرج باش ما يطيحش، وهنا غادي يقدروا انهم ينقذوا العالم من الفيروس، وهنا غتكون النهايه ديال الفيلم.